نعمل على مشروع القناة الجافة أو طريق التنمية كما يسميه وزير النقل. نعمل على مشروع القناة الجافة أو طريق التنمية كما يسميه وزير النقل، وهو فعلا طريق التنمية والذي يربط الميناء فلم عبر تركيا نغادر بأوروبا. منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وبدأ عادة الفتويات بأن الأمور فلو كان من كان يعبر عن اللقاء بالأفعال عن الجبار أنا ما أريد أذكر أسماء حتى لا أحكي يعني وجود حقيقة، بس الحقيقة القناة الجافة هي موت لطريق الحرير وقتل لطريق الحرير. هذا المصطلح أو هذا الأسلوب حقيقة اصطنعوه بعض يعني السياسيين وبعض المحللين وروجت إلى بعض القنوات الفضائية لأسباب يعني معروفة هي. والقناة الجافة حقيقة هي إبعاد العراق عن موقع الجيوسياسي. خلي العراق مجرد ممر تمر به البواخر، واحنا نصير بكل أمانة أقول لكم احنا نصير حمالين في المواسم. العراق يصبح حمال في الميناء. الحرير هو مشروع التنمية العظمى أو التنمية الواسعة تشمل كل أراضي العراق. الحرير بناء المصانع، المزارع، المطارات، سكك الحديد، الحرير القضاء على البطالة، الحرير انتشاء الدولة العراقية، الحرير نهضة العراق. مو الحرير هذه اجي اسوي القناة هذه اكمل الميناء 5 أرصفة وتجي هاي البواخر تفضل عندي الحمولة وابني وابن بلدي يصير حمل. الحرير اكبر من هذا. ميناء الفاو هو الابن الشرعي لطريق الحرير، هو جزء بسيط من طريق الحرير، هو ليس الحرير. ارادوا قتل ميناء الفاو حقيقة، أرادوا يقتلوه الميناء الفاو، وهذا المصطلح حقيقة الإجرامي أنا أسميه هو القناة الجافة. الكل منكم أنتم يمكن بالأخص الأخوة اللي عندهم يعني معرفة بالتاريخ وبالاقتصاد، السكة هذه أو الميناء نسميه احنا شو نسميه القناة الجافة، هي مد سكة حديد من الفاو إلى الحدود السورية تركيا، وتتصدر البضائع معنا منها تطلع إلى أوروبا. هذا تفكير أو منهج الإنجليز حقيقة بدأوا يروجون إلى يعني مدوا الإنجليز بعشرينات القرن الماضي هاي السكة، وما شفتوا أنتم هاي السكة امتدت إلى ألمانيا إلى برلين وصلت. شفتوا سووا حولها يعني مصنع أو فشي أو يعني معدن؟ أبدا، مجرد مدوا هاي السكة حتى يمشون كل الأشياء اللي يردوها من العراق وتمشي تصل إلى أوروبا. هذا محور الحديث. نأتي إلى الميناء. يعتبرون ممر، هم يفكرون أنه يعني قناة 5 أرصفة. شو تسوي هذا؟ ما تسوي شيء. يخلصون ال5 أرصفة شو اسمه الأرصفة هذه يا سنة يخلصون.
2024 25 قول هاي راح زين، هاي راح تأتيك كم باكرة توقف على الرصيف يفرض لهم مال عراقي بعد فترة معينة. ترى هذا المخطط يمكن بعض الأخوة ما حد يعني مركز عليه أو منتبه، راح يقولون انه البواخر ما عادت تكفي ميناء الفاو، لان ميناء الفاو يعني ارصفته قليله، وراح يروحون راح البواخر تتجه الى ميناء مبارك به 60 رصيف. فيقول لك ميناء الفاو ما يستوعب هاي البواخر، وين راح نروح؟ الميناء المبارك. راح يضطرون يقول لك تعال ضغط السككي مع الكويت ويصبح ميناء مبارك هو الرئيسي، والسكه هذه موجوده، وميناء الفاو ميناء بائس ويموت بالتدريج يموت. زين اذا احنا صار لنا 10 سنين بخمس ارصفه من 50 30%، ايش وقت راح نخلص احنا ال 150 رصيف المخطط له؟ لا يوم يبعث. اخواني الاعزاء، الموضوع ابد مو سهل، الموضوع بمخاطر حقيقة، ومخاطر تخص البلد. أنا ما أتكلم عني، احنا كلنا يمكن الوجود عندنا وظائف وعايشين، بس أنت فكر بأبنائك. ابنك هذا ما راح يتخرج وين راح يروح؟ إخواننا وولدنا هسه إذا تخرجوا وين يروح؟ لا يبي مصنع، لا يبي مستشفى، لا يبي بناء، لا يبي كذا، وين يروح هذا؟ فمشروع الحرير هو مشروع التنمية. إذا دخل العراق بمشروع الحرير راح نحتاج أكثر من 1,000,000 عامل أجنبي، يعني ولدنا ما يكفون. هذا المخطط. النقطة الأخرى والمهمة، إذا تسوي أنت قناة الجافة في ماء الفاو وش قدر ينطيك؟ ترى ما ينطيك أكثر من 4 مليار بالسنة، وال4 مليار ما اعتقد راح تدخل الكتيبه العراقيه، وانتم اعرف وين تروح لفلان وعلان الى قناه السويس بكل ما طاقتها واسمها العظيم. قناه السويس تجيب في السنه اقصى حد 8 مليار، 60 رصيف عندها. زين انت عندك 5 ارصفه، ايش يعني؟ وال4 مليار ايش تسوي لك هذه؟ انت امام اقتصاد منهار بالكلية. الأخطر ما في الأمر حقيقة، وأنا أطلت عن أخي العزيز، أخطر ما في الأمر أول رئيس وزراء يصرح علنا بالقناة الجافة هو رئيس وزراءنا، وهذا أمر غريب. والرجل هو ترى من معارفي، يعني الرجل عندي علاقة. أنا يعني مستغرب يعني حقيقة من التصريح الخطير. إذن من رئيس وزراء يصرح بهالمسمى هذا الواضح القناة الجافة، يعني وين رايحين احنا؟ يعني رايحين الى يعني وضع اخر. اخواني الاعزاء، انا اريد انهي حديثي حقيقة، يعني ترى صدقوا بالله العظيم الحاضرين من الاخوة من الاساتذة والمشايخ والسادة ما عندنا اي مصلحة شخصية لهذا الموضوع. المصلحة اقسم بالله العظيم هي عندكم، وده نضحي من عندنا احنا، من وقتنا يعني، من جهدنا، من مالنا، من كذا، لكم مو لنا يعني. فارجو انه من الاخوه السادة تتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي، الأرض تتكلم عربي. الله إن الفجر بمنس الله، الأرض تتكلم عربي. الله إن الفجر بمنس الله، ماهر ويمشي معاك. الأرض تتكلم عربي.
الفرع اللي يهم الفوق بيودي وشوق، الفرع اللي يهم الفوق لاجل الجدر يشم الضوء. الأرض بتتكلم عربي. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كالسيل المرتاح. الأرض بتتكلم عربي ولا ترتاح، واصل كالسيل